سر دلوقتي، ماشي؟ الاسرار كلها هتتكشف. البنت اللي بتصوت دي فين؟ جنبي برضه؟ من فم الاباء نرشم الصليب مع بعض. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا بركته من الان والابد الابدين امين. اطلب منكم طلب صغير. الخريطه هنستخدمها اول ما اقول لكم استخدموها عشان تستفيدوا اكبر استفاده. ممكن يعني نحط الخريطه جنبنا، هحكي حكايه واقول معلومه وبعد كده اقول لكم بصوا في الخريطه في الحته الفلانيه نبص فيها. اتفقنا؟ الصوت مش حلو. اعمل ايه طيب؟ كده الصوت حلو طيب؟ مش عارف. كل ما بقرب كل ما الصوت يبقى ولا كده كويس؟ اخليه قريب كده؟ طب اخليه قريب. ابعده شويه. هو عشان المؤتمر اسمه توك اند ووك فلازم الصوت يبقى مميز. وفي وسط المحاضره هتسيبوني وتمشوا عشان تبقى الووك بقى. ماشي؟ عشان يبقى توك ووك. ايوه قفلوا الابواب عشان ما تهربوش. المحاضره 4 ساعات. ماشي؟ اولا انا مبسوط باسم المؤتمر وان انتم مهتمين بالكتاب المقدس، وان المؤتمر اسمه توك اند ووك، واخدين الايه الجميله بتاعه قصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. بداية كده احنا اغلبنا خدام مش كده؟ كده؟ احنا اغلبنا خدام مش كده؟ والخادم هديكوا كده حاجة يمكن ابونا متقوس يعترض عليها. لازم نكون خدام انجيليين. قدسك معترض؟ يبقى انجيليين يعني عادي؟ مش ارثوذكس يعني. لا ارثوذكس بس انجيليين. خلاص؟ لازم الخادم يكون انجيلي. ويعني ايه انجيلي؟ 3 نقط بس نعرفها. الخادم الانجيلي يدرس ويقرا الانجيل زي ما احنا بنعمل كده، ودي سهله اغلب الخدام بتعملها، نقرا في الانجيل ندرس في الانجيل. لكن رقم 2 صعبه شويه، ان الخادم الانجيلي يعيش الانجيل. برافو، زي ما الايه بتقول فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. 3 حاجه، الخادم الانجيلي كلامه يبقى من الانجيل. يعني كان لسه في على الفيسبوك كده منتشر من يومين حد من الخدام او من الاباء بيعالج مشكله بعلم النفس، فحد اعترض واعتراضه كان صح، ان الخادم حتى لو هيستخدم علم النفس لازم يطلعه منين؟ من الانجيل. يعني نظريات علم النفس الحديثه تتغير لكن الانجيل ما بيتغيرش. الانسان بيفرح بحاجات تتغير لكن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. اذا كلامنا كله لا يجب ان يكون من الانجيل. لو عايز تعيد على حد في عيد ميلاده دور على ايه من الانجيل. لو عايز تهني حد بزواجه دور على ايه من الانجيل، وهكذا. عايز تحل مشكله دور، لان الكتاب المقدس غني جدا ونافع. لايه؟ ينفع لايه الكتاب المقدس؟ للتعليم والتوبيخ والتقويم، كل حاجه. اذا الكتاب المقدس غني، عشان كده نستخدمه في كل وقت. اخر حاجه هم 4 نقط. اخر نقطه ان الخادم الانجيلي يجب ان يكون مفرح. طب ودي جبناها منين دي؟ هو يعني ايه انجيل اصلا؟ بشاره ايه؟ اذا كنت بشاره غير مفرحه فانت لست خادم انجيلي. الخادم الانجيلي هو خادم ايه؟ مفرح بشوش. عشان كده لو انا استخدمت ال3 الاولانيين وانا مكشر
مش هجيب واحد للمسيح. ليه؟ لأنه الشباب والأطفال والمخدومين لو لقوك كئيب يبقى المسيحية دي أو علاقتك بربنا دي مش مفرحة. إذا لازم تكون بشوش، خادم مفرح. يبقى كام نقطة كده؟ أنا لسه ما دخلتش في الموضوع، دي مقدمة. 1 يقرأ ويدرس. 2 يعيش. 3 يتكلم. 4 يفرح. تاني 1 نقول مع بعض، حتى الكبار يقولوا، معلش أنا آسف. 1 يقرأ ويدرس. 2 يعيش. 3 يتكلم. 4 يبقى مفرح أو يفرح. عشان كده لما نقرأ الكتاب المقدس ساعات كتير مننا يستسهل أصفار، ودي على فكرة مش الصغيرين بس، الكبار كمان، وأنا بشوفها في الاعترافات. أجي أدي تدريب أقول له مثلا اقرأ سفر اللاويين، يقول لي يا أبونا ما تخليك حاجة في العهد الجديد. أقول له ليه؟ يقول لي سهل كده وكلامه يتفهم. سفر العدد وسفر يشوع في معاني صعبة وفي كلمات صعبة ايه رأيكم؟ هل ده صح؟ الكتاب يقول كل الكتاب موحى به من الله. إذا كل الكتاب دي معناها ايه؟ كل الكتاب، مش كده؟ أسألكم سؤال. بولس الرسول لما اتكلم مع تلميذه تيموثاوس وقال له فإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ماذا كان يقصد بولس الرسول بالكتب المقدسة؟ يقصد إيه؟ العهد الجديد ولا القديم؟ القديم طبعا. طب لما قال فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، كان يقصد العهد الجديد ولا القديم؟ ايه رأيكم؟ صعب السؤال ده، صح؟ صعب. طب لما السيد المسيح اتكلم عن المرأة ساكبة الطيب وقال حينما يكرز بهذا الإنجيل يخبر ما فعلت، هل بيقصد أنه إنجيل؟ القديم ولا الجديد؟ هو يقصد البشارة عموما، ما كانش فيه إنجيل الكتب. كانش فيه إنجيل. وقت ما بولس الرسول قال لتيموثاوس الكلمة دي ما كانش فيه ولا بشارة اتكتبت. تخيلوا؟ كلمة إنجيل اتذكرت في العهد الجديد 75 مرة، ولا مرة مقصود بيها البشائر الأربعة. تخيلوا؟ الرسائل اتكتبت قبل البشائر الأربعة. بولس الرسول آخر رسالة كتبها هي تيموثاوس الثانية سنة 65 في تزامن مع كتابة مرقس الرسول لبشارته بتاعة إنجيل مرقس. وبعد كده جه بقى 67 و 68 جت متى ولوقا، وبعد كده سنة 90 جه يوحنا. إذا بولس الرسول خلص رسائله وما كانش فيه ولا بشارة مكتوب. إذا المقصود بكلمة إنجيل اللي كان بيقولها دي إيه؟ البشارة المفرحة. ولما قال عن تيموثاوس الكتب المقدسة كان يقصد العهد القديم. سؤال أصعب بقى، أيهما أقدم؟ الكنيسة أم الإنجيل؟ الكنيسة أقدم ولا الإنجيل أقدم؟ هو تقولوا الاثنين، ما أقدم دي يعني لازم حاجة قبل حاجة. مين أقدم؟ الكنيسة أقدم، لأن الكنيسة بدأت بعد حلول الروح القدس مباشرة، وما كانش فيه ولا رسالة ولا بشارة مكتوبة. إذا الكنيسة أقدم من الإنجيل. وعشان كده لما تيجوا تدرسوا بقى في العهد الجديد، ولما يجي ابونا سيلا يكلمكم لازم تفهموا هو ليه اتكتب أصلا وليه بشائر 4. على سبيل المثال مثلا ليه ما اتكتبش بشارة واحدة وخلاص؟ ليه اتكتب 4؟ أنا آسف إن أنا دخلت في العهد الجديد، بس ده على سبيل المثال هتكلم دلوقتي. يوصل لكل العالم، ممكن بشارة واحدة تنتشر بسرعة توصل لكل العالم. للتأكيد، برافو. الوحي دي نقطة مهمة قوي لازم نعرفها واحنا بندرس العهد القديم والجديد. هو أنفاس الله. الوحي في المسيحية، في بعض من حضراتكم قاعدين دلوقتي مش واخدين بالهم يعني وحي.
ليه؟ تأثرا بديانات أخرى. فيتخيلوا أن الوحي واحد قاعد بيكتب وملاك نزل من السماء وقال له اكتب اللي أنا بقول لك عليه ده وحي؟ لا، ده وحي في ديانة تانية. وفي وحي بطريقة أخرى، يعني في كل الديانات كل ديانة وليها طريقة تفكير في الوحي. ففي مثلا ديانة ما عندهاش وحي خالص، تعتمد على الحكمة البشرية، زي بوذا والبوذيين ما عندهمش وحي إلهي، عندهم واحد حكيم بيدينا حكمة بشرية. في مثلا عند اليونان وحي أسطوري، تلاقي فيه حد أسطورة بياخدوا الكلمات منه. في وحي يعتمد على شخص واحد، احنا عارفين زي مين. طب ايه مشكلة الوحي اللي بيعتمد على شخص واحد؟ ايه المشكلة؟ ان واحد بس اللي كتب الكتاب بتاعي. تفتكروا ايه المشكلة؟ برافو على حضرتك. يعني لو كتب حاجة مش صح حد هيعرفها؟ ما حدش يعرفها. لأن الكتاب نفسه يقول لنا ايه؟ ليكن كلامكم على فم شاهدين أو ثلاثة، صح؟ حتى لغاية دلوقتي في المحكمة ينفع قاضي يحكم بشهادة شاهد واحد؟ لا، ليه؟ عشان ممكن يكون اللي قاله غلط، فلازم يجيب ايه؟ 2 شهود، لو كلامهم متطابق يمشي الكلام. إذا لو الوحي نزل على شخص واحد، أنا إيش عرفني إنه صح؟ إذا هذه النقطة اتعالجت في الكتاب المقدس، إن أكتر من 40 شخص يكتبوا الكتاب المقدس وكلهم إيه؟ متفقين. لأن الوحي عمل إيه؟ عصمهم من الخطأ، أرشدهم، صحح لهم بعض الحاجات، اداهم العزيمة. دي وظيفة الوحي. فإذا الكتاب المقدس موحى به من الله، بس مش بالشكل اللي احنا متخيلين. طيب يا ابونا الكتاب المقدس حلو، بس كل ما نيجي ندرسه نقرا من سفر التكوين ونيجي على سفر الخروج كده نكسل نرجع من الأول تاني، نعمل إيه عشان ندرس الكتاب المقدس كله؟ أولا المحاضرتين اللي هتاخدوهم النهارده هما البداية، إن أنا أبقى عارف هو ده الكتاب المقدس ده عبارة عن إيه. يعني مثلا لو سألت حضراتكم سفر طوبيا، حد يعرفه؟ موجود في أنهي عصر؟ وقت السبت. طب ده إجابة ده بتسقفوا لها صدقوني. طيب تكملي ولا أسأل حد تاني؟ يعني معنى كده كان مع دانيال والفتية الثلاثة؟ سؤال صعب صح؟ ما هو قالت وقت السبي، دانيال والفتية الثلاثة كانوا في السبي مش كده؟ طيب ايه بقى اللي حصل؟ عطلنا دلوقتي انت لا ده هنسقفوا لك تاني لو قلتيها. ايه بقى؟ وصلت لها وانا بسأل دلوقتي صح؟ انت عارفاها قبل كده؟ لا ما كنتش عارفاها قبل كده. لا عشان انا اول ما قلت دانيال هي وشها كده ايه ده؟ صحيح ده دانيال مع طوبيا. لا دانيال ملوش علاقه بطوبيا. ليه؟ عشان طوبيا كان في سبي اشور، دانيال كان في سبي ايه؟ بابل. ايه ده هو في 2 سبي؟ انا اعرفهم واحنا ماشيين دلوقتي. طيب استير كانت في عصر ايه؟ اشور ولا بابل؟ غشوها طب من الخريطه. استير كان في عصر اشور ولا بابل؟ موجوده هي صدقوني فيها موجوده. بابل. طب رعوس كانت في عصر مين؟ ما تغشوش دي سهله دي. عصر ايه؟ ابونا متاوس مش مسموح يجاوب ابونا عشان انت عندك معلومات كبيره واحنا مش قدها. ما كانش في سبي في ايام رعوس، برافو عليك. في عصر اسمه عصر القضاة. طب ايوب كان في عصر مين؟ ما تغشوش. انتوا بتتشاوروا في الموضوع ولا بتتكلموا في حاجه ثانيه؟ ايوب كان في عصر مين؟ في وقت ابراهيم، وقت في ناس تقول ان هو وقت يعقوب واسحاق، لكن هو قبل موسى صح؟ عشان في ساعات ناس تقول ايه؟ الكتاب المقدس بعد الاسفار ال5 في اسفار تاريخيه وبعد كده جه ايوب.
يبقى أيوب بعد الأسفار التاريخية؟ لا، أيوب ده في أيام سفر التكوين، بس لأنه كان عايش في مكان تاني ما اتكتبش في أحداث سفر التكوين. أنا ليه عمال أقول الحاجات دي؟ بلخبطكم؟ لا، عايز أشوقكم إن احنا نعرف الترتيب التاريخي للكتاب المقدس. كان في قصة كده بيقولوا في عصر كده اكتشفوا مكان أثري، وبعدين جم العلماء الآثار يدعبسوا كده، فلقوا ايه؟ طريق. فقالوا خلاص احنا اكتشفنا ان ده طريق يرجع الى القرن مش عارف ايه. بعد شويه وهم بيدوروا لقوا تمثال، فقالوا لا ده طلع مش في العصر ده، في عصر تاني. فقعدوا يكتبوا كتابات عن المكان اللي اكتشفوه. جه واحد ثالث لقى اثر ثالث، فراح عمل دراسه، طلع الاثنين الاولانيين دول كانوا ايه؟ غلطانين. فجه واحد رابع قال اعمل ايه؟ قال انا عشان اعرف الحقيقه لازم اركب طياره واطلع فوق الاثر ده. قالوا له ليه؟ قال لهم بس ادوني الطياره وانا طالع. طلع بالطياره، قعد يطلع 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 ويكتب ويرسم ويصور لغايه لما اكتشف ان دي مدينه اثريه كامله لكن مردومه تحت التراب، وعرف كل المعلومات. ايه اللي خلى الرابع ده يعرف كل المعلومات؟ انه بص منين؟ من فوق، شاف الخريطه كلها على بعضها، شاف المدينه كلها على بعضها. عشان كده النهارده عايزين ناخد الطياره ونطلع لفوق ونشوف بقى الخريطه مع بعض. اول حاجه لازم نعرفها، عصور العهد القديم هم 6 عصور هنحفظهم مع بعض من غير ما نبص في الخريطه. عصر الخليقه، عصر الآباء، عصر الخروج، عصر القضاة، عصر المملكة، وعصر الأمم. ممكن نقولهم مع بعض واحدة واحدة. الخليقة، الآباء، الخروج، القضاة، المملكة، الأمم. مين يعرف يقولهم من غير ما يبص؟ طب هطلع 10 جنيه اللي هيقولهم. 10 جنيه انت جايبها على الشاشة؟ هخليه يغمض عينه. لا مش باينه برضه حتى على الشاشه. هديله 10 جنيه حتى لو غشام على الشاشه. لو كان جاوب يعني. طب نقول مع بعض يلا. لا لو الكاهن جاوب يجي يدفع ورا 10 جنيه. يلا. اسم الاباء اسمهم ابهات مش ابا خد. يلا نقول يلا. عصر الخليقه، عصر الاباء، عصر الخروج، عصر القضاء، عصر المملكه، عصر الايه؟ الامم. وكل عصر من دول هناخد فيه كده 5 دقايق نفهم هو بيتكلم عن ايه. اول عصر هو عصر الخليقه. لو نبص في الخريطه بقى، في البدء خلق الله السماوات والارض. تلاقوا صوره كده فيها سوره الخليقه، 6 ايام الخليقه. نسال سؤال، كلمه في البدء اول كلمه في العهد القديم، وهي أول كلمة في إنجيل معلمنا يوحنا لما قال في البدء كان الكلمة. إيه الفرق؟ حد بقى غير المس اللي هتاخد 10 جنيه في الآخر دي. إيه الفرق بين في البدء دي وفي البدء دي؟ اتفضلي يا مس بقى. أيوه. لا دي نسقف لها برضه، صدقوني شطار قوي. البدء اللي في سفر التكوين هي في الزمن، لكن البدء اللي في إنجيل يوحنا ده أزلي. في البدء كان الكلمة، هو حاجة مش معروف بدايتها إيه، مش في الزمن. لكن في البدء خلق الله السماوات والأرض، هو بدء زمني حقيقي بدأ به الخليقة. طبعا 6 أيام الخليقة لو أنتوا شطار بقى تقولوا لنا إيه هم. أول يوم خلق الله النور، مش كده؟ تاني يوم خلق إيه؟ الجلد. ثالث يوم اليابس. رابع يوم الشمس والقمر. الخامس الحيوانات البحرية. والسادس حيوانات والإنسان. ليه ربنا خلق الإنسان في الآخر؟ بصوا، ما أنا عشان خاطري ما تبصوش في الخريطة إلا لما أقول كلمة الخريطة عشان ما تتوهوش. بس
يعني اللي بقوله بره الخريطه مش لازم تبصوا عشان ما تتلخبطوش. انا اول ما اقول كلمه الخريطه هتبصوا هتلاقوا الكلام بقوله لنا، ماشي؟ دلوقتي مش في الخريطه. ليه ربنا خلق الانسان في الاخر؟ ليه يا استاذ جلس؟ علشان ايه؟ علشان يشارك، علشان يجهز له، مش كده؟ يكون بيعد ليه مكان. استاذ رزق تضيف حاجه؟ برافو عليك يا استاذ جلس. لان الانسان هو تاج الخليقه. خلي بالكم الله وهو بيخلق كان منظم. طبعا الله اله نظام، مش كده؟ انتوا عشان تيجوا المؤتمر ده مش في خدام قعدوا ليه؟ جهزوا اتوبيسات وجهزوا بامفلت وجهزوا خرايط. فالله عشان يخلق الانسان كان منظم. عمل ايه؟ كان ينفع يخلق الحيوان قبل النبات؟ لا. ليه؟ هياكل ايه؟ طب ينفع يخلق النبات قبل النور؟ مش هيعيش. في حاجه اسمها التمثيل الضوئي، مش هيعيش. اذا الترتيب بتاع الخلق كان لازم يبقى بالترتيب ده. طيب كتير مننا يتساءل، هو اليوم 24 ساعة؟ 6 أيام الخليقة، يعني 6 أيام. ده الدراسات الحديثة بتقول إن في حاجات ترجع لملايين السنين، وإحنا الكتاب المقدس بيقول الإنسان بقاله 5000 سنة. يبقى أنتوا الكتاب المقدس بتاعكم ده أساطير. ما دام إحنا درسنا الحفريات لقينا في ديناصور يرجع لمليون سنة، وانتوا بتقولوا الانسان بقى له 5000 سنه، والديناصور اتخلق في اليوم السادس مع الحيوانات، والانسان برضه اتخلق في اليوم السادس. ايه التفسير الصح بقى؟ يوم عند ربنا ك1000 سنه. لا، عايزين كلام يقنع العلماء والناس اللي بتتفزلك. انتوا بتقولوا ايات من الانجيل، احنا مش عايزين ايات من الانجيل، احنا عايزين عقل، حد منطق يكلمنا. اتفضل. طب ممكن اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ ممكن نسقف لاستاذ جرجس؟ اتفضل يا استاذ جرجس. استاذ جرجس نوه لنقطة منطقية. هو قبل اليوم الرابع كان في يوم؟ ما هو اليوم الرابع اتخلق الشمس والقمر. هو مش اليوم ده يعني شمس بتشرق وتغرب؟ طب ما فيش شمس، يبقى اليوم ده شكله ايه؟ إذا نقيس على ده بقية الأيام. ما فيش حاجة اسمها 24 ساعة في أيام الخليقة. هي حقبة زمنية لا يعلمها إلا الله. ممكن توصل لملايين السنين؟ ممكن. لأنه أنتوا دلوقتي بتعرفوا تحسبوا اليوم قبل الشمس والقمر ما يدخلوا، ما كانش في حسبة لليوم. فاليوم ده لفظ ربنا قاله لموسى عشان يقول له إن أنا خلقت في حقبة زمنية. فدي 6 أيام الخليقة. طبعا ربنا لما خلق الإنسان اداله وصية وقال له شجرة معرفة الخير والشر، واطرد من الجنة. وكان لآدم موت. الموت ده 4 أبعاد: موت روحي وجسدي وأدبي وأبدي. كلنا عارفين المعلومة دي، صح مش كده؟ إيه هم ال4 أنواع من الموت؟ روحي يعني إيه؟ انفصال عن الله. جسدي هيموت، كل إنسان هيقعد فترة وهيموت. أدبي سلطانه قل، كان ليه تسلط على كل الحيوانات. بعد الموت الأدبي لا، بقى يخاف من الأسد، وإحنا لغاية دلوقتي بقينا نخاف من حاجات تانية. يعني في ناس بتخاف من الفار وفي ناس بتخاف من القطة، مش كده؟ ما بقاش فيه السلطان بتاع آدم، الموت الأدبي. وآخر موت هو الموت الأبدي، لأنه لولا خلاص المسيح ما كانش إنسان هيخلص. إذن بقى في موت أبدي. لكن مع هذه العقوبة كان في رجاء. في تكوين 3 لما قال له نسل المرأة يسحق رأس الإيه، أو أنت تسحقين عقبه. إذن في نبوة في أول سفر في الكتاب المقدس على مجيء المسيح. والعهد القديم كله هو نبوات عن المسيح ورموز عن المسيح وإشارات عن خلاص المسيح. بعد كده بصوا بقى في الخريطة.
هتلاقوا بعد السقوط آدم يخلف شيس ثم أنوش وبعدين قينان مهلئيل يارد أخنوخ متشالح لامك نوح. حد لي أي معلومة عن الناس دي؟ حد يقول لي أي معلومة عن الناس دي؟ أقول لي. المس قالت ملحوظة مهمة قوي، بتقول إن الناس دي كلها جه من نسلها السيد المسيح، مش كده؟ عشان كده ما اتكتبش نسل قايين ولا نسل، لأنه أكيد في ناس كتير، لكن هم ده التسلسل بتاع اللي هيجي من نسل المسيح. مين أكتر واحد عاش في دول؟ شطار. عاش كام سنة؟ طب أقول لكم معلومة هتبقى جديدة عليكم إن شاء الله. متشالح مات سنة إيه؟ إيه المميز في سنة ميلاد متشالح؟ موته. إيه؟ ميلاد نوح؟ قربت، بس مش هو ميلاد نوح. متشالح مات في سنة الطوفان، وفي ناس قالت إنه مات في الطوفان، بس طبعا دي مش معلومة صحيحة. وعلى فكرة دي أنا اتأكدت منها بنفسي، عملت خريطة وقعدت أشوف كل واحد عاش كام سنة وولد مين لقيت فعلا، خدت خط كده، لقيت سنة الطوفان هي السنة اللي مات فيها متشالح، قبل الطوفان المفروض. عارفين تأكد المعلومة دي إيه؟ اسم متشالح يعني إيه؟ برافو. حينما أموت يأتي ماتوا شالح، يعني في هو هيموت وفي حاجة هتيجي. وفعلا هو لما مات ايه اللي حصل؟ الطوفان جه في نفس السنة، فماتوا شالح اتخطف في عز شبابه، صغير على الموت، 969 سنة. نعم؟ لا، ما هو نوح عاش 950 سنة برضه. هو الناس اللي كانوا بيعيشوا كتير قبل الطوفان، بعد الطوفان الناس ما بقتش تعيش كتير. سام برضه عاش بعد الطوفان شوية. خلي بالكم، في ناس تقول ازاي موسى عرف المعلومات بتاعة الخلق. فطبعا الوقت في سبب تاني، تقليد الحكاوي. في ناس قعدت تدرس لقت ان موسى عشان يوصل للمعلومات دي يعصر 4 بس. يعني مثلا آدم يقول هو عصر نوح، وسام يقول ان هو عصر إبراهيم. فإذا عشان المعلومة توصل لموسى 4 أو 5 أجيال فقط يوصل لآدم. اتفضل يا ابو. شرح أيام الخليقة الترتيب بتاعها؟ لا، دي واحد. ده واحد. ده هو اللي قال على الترتيب ده. ايوه. لكن الترتيب دوت ما كانش ادم يعرفه. لا، هو ما نعرفش ادم كان يعرفه ولا لا. محتمل يكون ربنا قال ممكن. ابونا بيقول معلومه ان ممكن يكون ادم عرف معلومه الخليقه دي من ربنا، وممكن ربنا يكون قالها لموسى على الجبل. لكن لو قالها لادم وادم قالها لاولاده، في ناس تقول ايه؟ ازاي المعلومه تقعد 1000 سنه وما تتغيرش؟ ده احنا دلوقتي لما بنحكي حكايه بعدها بنص ساعه تتغير. لكن الفكره او الوحي يدي عصمه. وثانيا الموضوع زي ما شرحت لحضراتكم مش اجيال كتير، مش 30 40 جيل، ده هم 5 أو 6 اجيال. اتفضلوا. في صوت اطفال معلش. لا، انا حاسس انه هنا. اتفضلوا. دي الناس بتقول حاجه مهمه قوي، بتقول في حاجات ربنا اداها لنا، دي حقيقه. في حاجه، في وحي وفي اعلان. الوحي حاجه حصلت وربنا قالها لي، الاعلان حاجه لسه ما حصلتش، ودي نبوات، مش كده؟ اتفضل. برافو يا استاذ رزق. بدليل مين؟ قول لي دليل. يوسف. برافو.
يوسف قال كيف افعل هذا الشر اخطئ امام الله. طب كان في وصيه؟ كان في حاجه اسمها الايه؟ الوصيه بالتقليد، يقولوا بيسموها كده التعاليم الشفويه. عشان كده لما قلنا مين اقدم، الكنيسه ولا الانجيل؟ يبقى التقليد اقدم من الانجيل. يبقى القداس اللي اتالف كانت الناس بتصليه من غير ما يبقى مكتوب. قصه حياه السيد المسيح كانت الناس بتحكيها من غير ما تبقى مكتوبه. بس يمكن عشان الدوله الرومانيه واليونان بالذات يحبوا يسجلوا كل حاجه، ابتدوا يفكروا في فكره ايه؟ الكتابه، عشان التوثيق ومش حاجه تضيع. في معلومه بتقول اتفضل. ان الانجيل اتكتب بعد 20 سنه من صعود المسيح للارض. ايوه، بعد 20 احنا قلنا يا ابونا ان اقدم انجيل هو انجيل ماري مرقس. في ناس بتقول 61، لكن الادق 64 65. فده اقدم انجيل بعد ما المسيح ب 30 سنه كمان. بعد المسيح ما صعد اتكتب بعديه ب 20 سنه. الانجيل اتكتب بعد في ناس قالت 20 وفي ناس قالت 30، بس اغلب الوثائق قالت 4 في شتاء 64. واول من كتب معلش لا، اول من كتب كان القديس متى اساسا، وكتبوا باللغه العبريه. وبعد كده رجع وراح من كتبوا باللغه اليونانيه عشان يبقى لكل الشعوب، بدل ما يبقى مختص بس باللغه العبريه. دي نقطه يعني مختلف عليها. ما يعني اللي انا عارفه ان مرقس قبل متى. كان اول حاجه كتبها. دي حتى احنا بنقولها في الترنيمه يا ابو، اول اناجيل ربنا ماري مرقس. مش هو قال كده؟ اول اناجيل ربنا اتكتبت واول انجيل اتكتب واول قداس. ماري مرقس ده بتاعنا، فلازم نشجعه. نعم. وعلى فكره لما تيجوا تقروا، انصحكم تقروا حاجه اسمها مقدمات في العهد الجديد للبابا تودروس. عامل دراسه حلوه قوي في موضوع الاناجيل ده، وكاتب يعني ايه مرقس كان بيكتب بطريقه معينه مختصره، وبعد كده متى ولوقا متشابهين في بعض الحاجات، وبعد كده جه يوحنا اختلف عنهم هم الثلاثه. يعني مش وقتنا ان احنا نتكلم عن العهد الجديد، خلينا في العهد القديم عشان نبقى دققاء. بعد كده جه بعد شيس واخنوخ في واحد ما ماتش من المجموعه دي. مين هو اللي ما ماتش؟ اخنوخ. وبعد كده جه نوح والطوفان. نوح قعد كام سنه يبني في الفلك؟ نخليها 100 سنه عشان خاطر انا. 100 سنه، وال20 دي عليكم انتوا يعني. قعد 100 سنه يبني في الفلك، ودخل الفلك زوج من كل الحيوانات ما عدا الذبايح. دخل ايه؟ 7 من كل زوج، 7 ازواج يعني. ليه؟ علشان بعد الطوفان هيذبح منهم، وعلشان ممكن يقدر ياكل منهم وهو جوه الفلك. طبعا ما كانش مسموح ياكل اكل لحم الا ايه؟ بعد الطوفان، بعد ما خرجوا من الطوفان. في بعض الناس تقول ان ده احد اسباب قصر العمر. يعني قبل الطوفان كانت الناس بتعيش ب 900 سنه، بعد الطوفان بقوا يعيشوا 100 و150 و200 سنه. وطبعا الطوفان قعد 40 يوم، وبعدين قعد 150 يوم الميه بتزيد لغايه لما استقر الفلك على جبل ارارات. وخرج نوح من الفلك بعد سنه و11 يوم، وكان معاه كام شخص؟ كل اللي دخلوا الفلك كام؟ 8، اللي هو نوح وزوجته وولاده ال3 سام وحام ويافس وزوجاتهم. هم دول ال8 اللي نجوا. في حاجه ركزوا معايا فيها دلوقتي. واحد ممكن يقول هو الأرثوذكس كام واحد في العالم؟ السؤال ده على فكرة الشباب كلها بيسألوه دلوقتي. عدد الأرثوذكس في العالم مثلا 60 مليون، 100 مليون. يا ترى هم دول هيدخلوا السماء بس؟ يعني ايه؟ يقول لك في مليار كاثوليكي وانجيلي. يا ترى ربنا هيكتفي بالعدد الصغير ويسيب العدد الكبير؟ ويبتدوا يشتغلوا مخهم، يبقى اكيد الكتار هم اللي صح. ايه رايكم؟ اول دليل نقوله هو موضوع نوح ده. لما يجي نفكر كان في كم واحد بره الفلك؟ آلاف وملايين، مش كده؟ وكان 8 بس اللي دخلوا الفلك. لما نيجي نقول مين اللي كان صح فيهم؟ الكتير ولا القليل؟ يبقى ملاش علاقه. الصح من الغلط ملوش علاقه بالعدد.
ممكن عدد صغير يبقى صح، ممكن عدد كبير يبقى صح. هو ربنا اللي هيعرف، انا ما اعرفش طبعا، انا ما اعرفش، لكن انا بتكلم بمنطق معين. مش معنى ان في عدد كبير بيؤمن بحاجه وعدد صغير بيؤمن بحاجه ان العدد الكبير هو الصح والعدد الصغير هو اللي غلط. خلاص؟ نبقى فاهمين الحته دي بس. مش تعصب يعني؟ لا لا، مش تعصب خالص، انا انجيلي على فكره. مش انا قلت لكم في الاول ان انا انجيلي؟ طيب مش تعصب ولا حاجه. المسيح يجي من نسل مين بقى؟ سام ولا حام ولا يافس؟ سهلة ولا صعبة؟ المسيح يجي من نسل مين؟ سام ولا حام ولا يافس؟ سام. عشان نحفظها، سام راح آسيا، وحام راح أفريقيا، ويافس راح إيه؟ أوروبا. بسهولة كده. طبعا هي تفاصيل تانية. سام يعني مرتفع، عالي. عشان في حد سألني على الفيسبوك كده بيقول لي يا ابونا، هو احنا من سبط ايه؟ احنا المصريين يعني من سبط ايه؟ ايه رايكم؟ حد يعرف يجاوب؟ احنا من سبط ايه؟ سبط اللي حمده مش سبط. احنا مش من الاسباط اصلا. الاسباط دي ولاد يعقوب، ويعقوب ابن اسحاق، واسحاق ابن ابراهيم، وابراهيم من نسل مين؟ سام. احنا ولاد مين؟ حام بتوع افريقيا. حتى من ولاد حام هتلاقي واحد اسمه مصرايم، هو ده اللي اسس مصر. واحد اسمه كوش، ده اللي راح الحبشه. وواحد في ولاد سام اسمه كنعان، ده اللي اسس كنعان، وهكذا. على فكره اللي يقرا تكوين 10 ويعمل دراسه هيستمتع جدا. انتوا عارفين انه في واحد اسمه ماشك، مش كده؟ سمعتوا الاسم ده؟ ماشك من ولاد سام، ده اللي أسس روسيا. وعشان كده عاصمة روسيا اسمها ايه؟ مش عارفين؟ مش عارفين عاصمة روسيا؟ موسكو. هي ترجع لماشك اللي هو من ولاد. كل البلاد العالم هتلاقوها ليها أصل في تكوين 10. عارفين في واحد اسمه كفطوريم، ده اللي اتسمى على اسمه مصر زمان، اللي هي قفط. مش درستوا مصر كان اسمها قفط، اللي هي جايه منها كلمه قبطي. جايه منين؟ من كفطوريم اللي كان في تكوين 10. يعني مش هطول عليكم في الحته دي، بس ارجعوا للاسماء دي هتلاقوا اغلب دول العالم ليها علاقه بالنسل اللي انتشر في تكوين 10. وطبعا بدات الحته دي بتبلبل الالسنه او بلبله الالسنه بعد برج بابل، لما جم يبنوا البرج وكل واحد اتكلم بلغه. عشان كده بقى في الخريطه زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا سام اتجه شرق نحو قاره اسيا وجات منه الشعوب الاشوريين والعبرانيين والاراميين، وحام اتجه جنوبا نحو قاره افريقيا وشبه الجزيره العربيه وجات منه الشعوب الكوشيين والمصريين والكنعانيين، ويافس اتجه غربا نحو قاره اوروبا واسيا الصغرى واتت منه الشعوب الماديين واليونانيين وغيرها. جه بعد كده زي ما قلنا من نسل سام بقى ارفكشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، سروج، نحور، تارح، ابراهيم. وجه من نسل ابراهيم العبرانيين، ودي معلومه اغلبنا بيقولها غلط. مش هقول كلنا بس ان شاء الله ممكن نطلع كلنا بنقولها غلط. لماذا سمي العبرانيين عبرانيين؟ ليه؟ واحد جاوب صح. لا، عايزين كلنا نجاوب صح. برافو على حضرتك. لا نسقف الاستاذ جرجس برضه. نسقفوا مش مستخسرين التسقيف. نسبة إلى عابر. أصل إحنا كلنا كنا متخيلين إيه؟ العبرانيين يعني اللي عبروا. طب عبروا إيه؟ عبروا البحر الأحمر مش كده؟ طب البحر الأحمر أيام موسى. طب إبراهيم قبل موسى بحوالي 400 سنة. ولاد إبراهيم كان اسمهم عبرانيين برضه. مش كده ولا إيه؟ يعقوب كان اسمه العبرانيين. ويعقوب أقدم ولا موسى؟ يعقوب. واحد هيقول لي لا، أصل مش مقصود العبور ده، مقصود العبور بتاع الملاك المهلك أيام الخروج. برضو ده بعد إيه؟ بعد موسى. مش خرجوا بعد كده عملوا العبور ده حصل؟
إذن كلمة العبرانيين نسبة إلى عابر. السؤال الأصعب بقى، اشمعنى عابر؟ ما في النسل اللي قدامنا ده في سام وأرفخشاد وشالح وعابر، وبعد كده في فالج ورعو وسروج ونحور وطحور وتارح. ليه ما قالوش مثلا التارحيين أو السروجيين أو الرعويين؟ ليه قالوا العبرانيين؟ سؤال صعب برضه. خلي بالكم معلومات مش هتلاقوها في كتاب، هتستنتجوها انتم بنفسكم. لو عملتوا الخريطة اللي بقول لكم عليها دي تعرفوا السبب. عابر هو أكتر واحد عاش في ولاده بعد ولاده ما ماتوا. يعني فالج مات وعابر لسه عايش، رعو مات وعابر برضه لسه عايش، وهكذا. فهو كان عايش وقت ما إبراهيم كان عايش، عاش حوالي 250 سنة. المهم ان الفكرة في ايه بقى، جت ازاي؟ تخيلوا كده لما انتوا تبقوا في قرية وفي شيخ القرية او حد كبير كده اسمه مثلا عم فتحي، وجه ولاده ماتوا واحفاده ماتوا وهو لسه عايش. ولاد احفاده يتنسبوا لمين؟ للي مات ولا اللي عايش؟ اللي عايش، ده راجل معمر قاعد معانا، فيقول لك ده من عيلة عم فتحي، مش كده؟ اللي لسه عايش، اللي معمر معانا. فيبقى إبراهيم وأبوه كانوا من نسل العبرانيين اللي هم أولاد عابر اللي كان عايش. الخليقة هنلخصها في 3 كلمات عشان ما ننساهمش ونخش في المرحلة اللي بعد كده. الخليقة، السقوط، الطوفان. كل مرحلة لها كلمة سر. الخليقة، السقوط، الطوفان، 3 كلمات. المرحلة اللي بعد كده مرحلة الآباء، نلخصها في 3 كلمات برضو: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، 3 أسماء برضو. يبقى عصر الخليقة 3 كلمات هما الخليقة، السقوط، الطوفان. عصر الآباء 3 كلمات هما إبراهيم، إسحاق ويعقوب. طبعا لما نمشي بقى في الخريطة هنعرف كم معلومة كده. إبراهيم سمي رجل الإيمان، إسحاق رجل الطاعة، ويعقوب رجل الجهاد. كل صورة فوق الاسم بتعبر عن أهم حدث في حياة هذا الشخص. نلاقي مثلا إسحاق، الصورة اللي قدامنا دي، وهو بيتقدم على المذبح. ليه؟ لأنه ده أهم رمز لإسحاق، إنه قدم ذبيحة وعاد حيا زي ما السيد المسيح اتصلب على الصليب وقام من الموت. وده من أقوى الرموز. طبعا إسحاق اتجوز مين؟ ممكن تقولوا لي زوجاته بسرعة كده؟ إبراهيم اتجوز مين؟ سارة بس؟ سارة وهاجر. الشطار هيقولوها قطورة. برافو. بس كده هياخد 20 جنيه كده مش 10. برافو، أنت هتاخد 10. سارة وهاجر وقطورة. إسحاق اتجوز مين؟ رفقة بس؟ رفقة هي اللي احنا عارفينها. طيب ويعقوب اتجوز مين؟ 4. مين هم؟ خلينا نقول بالترتيب. قبل رحيل مين؟ ليئة، راحيل، وبلها وزلفة، أو زلفة وبلها. خلي بالكم تحفظوها في صلاة الإكليل عشان ما حدش ينساها. لما أبونا بيقول وما كما بارك لإبراهيم في سارة ولإسحاق في رفقة وليعقوب في إيه؟ ليئة أو رحيل. كده عرفنا زوجاتهم. وطبعا خرج من يعقوب الأسباط 12. في مربع تحت كده بصوا عليه مكتوب فيه لوط وإسماعيل وعيسو. دي شعوب برضو ظهرت بعد كده. لوط ظهر منه ولاده بني عمون ومؤاب، وإسماعيل اللي هو أخو إسحاق يعتبر ابن إبراهيم ظهر منه العرب، وعيسو الآدوميين، لأن كفاء أدوم هو الاسم الثاني لعيسو، فده شعب الآدوميين. يبقى من الخريطة اللي شفناها دي في كم شعب كده؟ بني عمون ومؤاب والعرب وأدوم. وهتلاقوا مربع صغير كده أحمر على الشمال مكتوب فيه إيه؟ صحصحوا معايا في الخريطة. مربع صغير كده جنب عيسو وأدوم اسم مكتوب فيه إيه؟ أيوب، لأن أيوب كان معاصر زي ما قلنا للمرحلة دي. محدش قال لي بقى إيش عرفنا إن أيوب كان معاصر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ جبتوها منين؟ هل الكتاب المقدس مكتوب التاريخ ده؟
لا مش مكتوب. امال احنا استنتجناها منين؟ من التقليد، لكن في حاجات في جوه السفر. احنا نرحب طبعا بقدس ابونا شنوده وقدس ابونا سيودور، باركونا وشرفونا، جايين من اخر الدنيا. مش عارف ازاي قدسك يا ابونا متاوس تجيبني في وسط العظماء دول اتكلم، ده انا التلمس تحت رجليهم. يلا قولوا لي بقى، عرفنا ازاي ان ايوب في عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ مين اللي كان بيقدم ذبيحه في سفر ايوب؟ ايوب نفسه، مش كده؟ هل لو كان ايوب بعد عصر موسى كان يقدر يعمل كده؟ لا. ليه؟ عشان اللاويين هم اللي كانوا بيقدموا ذبايح، اذا هو قبل موسى. طيب هل هو كان قبل نوح؟ كان مات في الطوفان، برافو عليك. وكمان في حاجه مهمه قوي، في عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب كان يتحسب الثروه بتاعت الشخص بالمواشي، صح؟ لما قالوا ابراهيم عنده كام عبد وكام ماشيه عشان يعرفوا ان هو عنده ثروه قد ايه. برضه ايوب كان يتحسب الثروه بتاعته بالمواشي، فاذا هو في نفس العصر، وهكذا. في طبعا ادله كتير بس عشان وقتنا يعني. فدي مرحله الكهنوت العائلي، والثروه تقدر بالمواشي. بعد كده بقى الاسباط ال 12 رأوبيم وشمعون ولاوي، زي ما نبص في الخريطه كده، ويهوذا ويساكر وزبولون ودان ونفتالي وجاد واشير ويوسف وبنيامين. ليئة كان ليها كام ابن من دول؟ لا ده انتم ممتازين، 6. ليئة كان ليها كام واحدة؟ 6. ورحيل كان ليها كام واحد؟ 2. يفضل كام؟ 4. 2 لمين و2 لمين؟ زلفة وبلها. خلاص سهلة دي، صح؟ يبقى حفظنا ان ليئة 6. ما دي احنا بنتكلم عن الرجاله، الستات مش تبعنا. هو انتوا متخيلين ما كانش في غير دينا؟ لا. على فكره الخريطه اللي قدامنا دي ما فيهاش ستات خالص، ما فيهاش غير رعوس واستير ويهوديت، والباقي كله رجاله. هو في تفرقه عنصريه. بعد الاسباط ال 12 طبعا دخلوا مصر، كان عددهم كام؟ 75. ودي المرحله الثالثة بقى، هي مرحلة الخروج. نسل يعقوب دخلوا مصر 75، خرجوا من مصر عددهم كام؟ لا انتوا ناس فلاحين في الكتاب المقدس، قولوا لي بقى. 600,000 ماشي بس؟ برضه ما عدد النساء، مش عارف مضطهدينكم دايما ليه؟ حتى في العدد مش عادين السيدات. ما كانوا قالوها بالمرة. طب مين يقول لي ال 600,000 راجل دول يبقوا تقريبا كام بالستات والأطفال؟ تقريبا 2 مليون أو 2 مليون ونص. لو قلنا إن كل واحد متجوز واحدة بس ومخلف 2، طبعا ده مش منطقي، لأن يعقوب اتجوز 4 ومخلف 12، بس احنا هنقول على أقل عدد يعني. فلو ضربنا في 4 مثلا هتلاقي 2 مليون 2 مليون ونص. وده اللي خوف فرعون مصر من شعب بني إسرائيل، بيتزايدوا بسرعة. طبعا هو قعدوا في منطقة جاسان اللي هي منطقة الشرقية. حد يعرف ليه ربنا اختار لهم المكان ده؟ اشمعنى الشرقية أو جاسان؟ عشان يربوا المواشي؟ أحسن الأماكن؟ لا، الصعيد كان فيه أماكن أحسن. لا، كان في الأقصر أماكن أحسن من جاسان. أيوة برافو، عشان يبقوا قريبين، يقدروا يهربوا بسرعة، يبقوا قريبين من فلسطين، لأن ربنا كان مخطط لهم إن هم بعد شوية هيخرجوا. وخلي بالكم النبوة اللي ربنا قالها لإبراهيم إن هم يقعدوا 400 سنة أو 430 سنة اتحققت فعلا بالحرف. بس هم قعدوا في مصر حوالي 215 سنة بس، عشان ربنا حسب الغربة من أول ما إبراهيم اتغرب لغاية لما رجعوا، الفترة دي كلها 430 سنة. نبص بقى في الخريطة، هنلاقي في مرحلة الخروج في بقى الضربات 10 على الشمال كده باللون الأزرق: ماء النهر، الضفادع، البعوض، الذبان، موت المواشي، الدمامل، البرد، الجراد، الظلام، موت الأبقار. إيه المعنى للضربات 10؟
ضد الآلهة. يعني مثلا تحويل الماء إلى دم، ضد إله مين ده؟ إله النيل، مش كده؟ مش النيل كان بالنسبة لهم إله؟ بدليل إن كل سنة كان يرموا عروسة في النيل لأنه إله. طب قتل المواشي ضد مين؟ العجل أبيس، برافو. الظلام ضد مين؟ إله الشمس، أتون إله الشمس، وهكذا. مش هضيع وقتكم، بس ال10 موجهين إلى آلهة المصريين. وطبعا جه بعد كده في نهاية الضربات خروف الفصح، زي ما هتشوفوا كده في الخريطة برضو، واحد بيدهن الحيطة بالدم. وهنا برضو رمز للمسيح، إن الخلاص بدم المسيح، القائمتين والعتبة العليا. وبعد كده يخرجوا يشقوا البحر الأحمر، رمز للإيه؟ المعمودية، خروج وشق البحر الأحمر زي ما انتم شايفين في الصورة اللي تحتيها، عبور البحر الأحمر. وبعد كده يطلع الجبل وياخد الوصايا، الصورة اللي تحتيها الوصايا ال10. طبعا بعد كده ده كمان على جبل حوريب. وبعد كده ادى لموسى تفاصيل خيمة الاجتماع. هتلاقوا بقى ملابس الكهنوت، وهتلاقوا تابوت العهد، وهتلاقوا المنارة الذهبية، في قصص زي المن والسلوى وصخرة حوريب وهكذا. كل الحاجات دي ربنا اداها لهم في فترة التيه. ليه ربنا اداهم الحاجات دي؟ علشان يأهلهم. انتوا هتروحوا تعيشوا في وسط شعوب منظمة، لازم انتوا كمان يبقى لكم نظام، مكان للعبادة، شكل منظم، طريقة معينة، لبس معين، سبت معين، وهكذا، فيبقوا منظمين. طبعا الاتجاه عشان يروحوا بقى أرض كنعان كان المفروض يتجهوا شمالا، لكن ربنا خلاهم يتجهوا جنوبا زي ما الخريطة اللي قدامنا دي بتوضح. في آخر الرحلة دي قعدت كام سنة؟ 40 سنة. بس الرحلة دي بدأت بإيه؟ هم قعدوا يا دوبك 10 شهور عشان يوصلوا لمكان اسمه قادش برنيع. قادش برنيع دي هتلاقوها عند ناحية إيلات كده، فوق إيلات، عند خليج العقبة كده في الخريطة بتاعت سينا دي. لما وصلوا هناك كانوا خلاص قربوا على أرض كنعان، فبعت موسى كام واحد يستطلع الأرض؟ 12 واحد. قعدوا كام يوم يتجسسوا؟ 40. أسهل لكم الحاجات اللي مش عارفينها. قعدوا 40 يوم. رجعوا قالوا لموسى إن المكان كويس، صح؟ بس إحنا مش هنقدر عليهم، عشان فيهم الإيه؟ ناس عمالقة كده وناس، فإحنا هياكلونا. ما عدا 2 بس قالوا لا إحنا هنقدر عليهم. مين هم؟ يشوع وإيه؟ وكالب. وهم دول بس اللي دخلوا. ايه ده؟ ازاي بقى؟ ايه اللي حصل؟ هل ربنا خان الشعب؟ لا، قعدوا 40 سنة يلفوا حوالين نفسهم، حوالين قادش برنيع دي، مش عارفين يوصلوا، لغاية لما كل الشعب مات اللي خرج من مصر. حتى موسى برضو ما دخلش. ما فيش حد دخل غير مين؟ يشوع وكالب. وكل اللي كانوا معاهم ناس جداد اتولدوا في أرض التيه، في أرض العبودية. والناس الكبار العواجيز كلهم ماتوا. ده ليه؟ عقاب ليهم بقى، عشان هم ما امنوش بربنا واتذمروا كتير، وحصل بقى المن والسلوى والتذمر على الميه وحاجات كتير قوي. حتى موسى ما دخلش، عشان موسى غلط غلطه اللي هي الضربه بتاعت الصخره، مش كده؟ قال له كلم الصخره، فهو ضرب الصخره، بوظ الرمز، عشان هو الضربه دي الموت بتاع المسيح كان مره واحده. وكمان لانه موسى رمز للناموس، والناموس ما يدخلناش السماء، اللي يدخلنا السماء ايه؟ المسيح اللي هو يشوع. وفعلا يقعدوا 40 سنة تايهين، عقاب يعني سنة على كل يوم، سنة على كل يوم. وبعد كده يجي على شاطئ الأردن وسفر التثنية أو تكرار الشريعة، وربنا يسلم الراية ليشوع بعد موسى، وينجوا بقى ويخشوا في حرب عماليق. قصة 40 سنة في البرية دي موجودة في أسفار خروج، وإيه تاني؟ مش في الخريطة، أقولها من دماغكم. خروج ولويين وعدد وتثنية، 4 أسفار. طبعا عصر الخليقة
كان في أول 10 إصحاحات من سفر التكوين، وعصر الآباء كان في ال40 إصحاح اللي بعد كده، من إصحاح 11 لإصحاح 50. وسفر أو مرحلة الخروج موجودة في 4 أسفار: خروج ولويين وعدد وتثنية. كلمة السر لمرحلة الخروج هي إيه؟ 40 سنة في البرية. فاكرين كلمة السر بتاعت أول عصر؟ 3 كلمات بتوع عصر الخليقة: الخليقة، السقوط، والطوفان. كلمة السر بتاعت عصر الآباء: إبراهيم، إسحاق، يعقوب. كلمة السر بتاعت عصر الخروج: 40 سنة في البرية. ندخل في المرحلة رقم 4. احنا قدامنا قد ايه كده؟ معلش يا ابونا عشان وقتنا جري، صح؟ نجري بسرعة. عصر القضاء هيبدأ بيشوع ودخول أرض الموعد. يشوع كان ايه قصة يشوع؟ عايز يعمل ايه؟ 1 ينتصر على كل الملوك، 2 يقسم الأرض ويدي كل واحد النصيب بتاعه. وفعلا يشوع انتصر على 31 ملك، رمز للمسيح اللي انتصر على مملكة الشيطان، ورمز للمسيح اللي هيعد المكان لينا. أنا ماضي لأعد لكم مكان، ويشوع عايز يعد المكان، فقسم الأرض بين الأسباط. وهنلاقي بقى عصر القضاء 14 قاضي: عسنائيل وأهود وشمجر. شمجر ده اللي قتل 600 واحد بعصاية. باراك ودبورة كانوا مع بعض. وبعد كده جدعون، تولع، يائير الجلعادي، يفتاح، إبصان، إيلون، عبدون، شمشون، عالي، صموئيل. دول القضاة ال14. 14 قاضي هنلاقيهم 12 منهم موجودين في سفر القضاء، واخر 2 اللي هم صموئيل وعالي موجودين في سفر صموئيل الاول، اول 7 اصحاحات. طبعا كلمة السر او التيمة بتاعت السفر ده ان هم دايما يقعوا في ارتداد ثم عبودية ثم مخلص. ارتداد، عبودية، مخلص. كل ال14 قاضي يحصل فيهم ال3 حاجات دول: يبعدوا عن ربنا، ربنا يحطهم في ايد شعب يستعبدهم، فيبعت لهم قاضي يخلصهم. يبقى كلمة السر هي ايه؟ ارتداد، عبودية، مخلص. نقولها تاني: ارتداد، عبودية، مخلص. وهتلاقوا الآية اللي في وسط الشمس دي، لأن القضاة زي الشمس اللي نورت يعني. تلاقوا الآية بتقول: وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. هتلاقي الرسمتين اللي تحت دول في على الشمال كده بيعبدوا آلهة غريبة، ويجي بعد اليمين ربنا يستعبدهم لناس غيره. في دايرة هتلاقوها فوق كده، هي بقى الدايرة المفرغة دي: السقوط في الخطية، العبودية للأعداء، صراخ وتوبة إلى الله، إرسال المنقذ والمخلص. وكانت رعوس المؤابية زي ما قلنا من ضمن عصر القضاء، وانتهى عصر القضاء بصموئيل النبي ماسح الملوك. طبعا الفترة دي كانت حوالي 350 سنة في عصر القضاء. طبعا رعوس قصتها ليه مش موجودة جوه سفر القضاء؟ ليه؟ نفس فكرة أيوب كده، لأن هي حصلت في مؤاب، مش في أرض اللي كان فيها شعب ربنا. هي راح ألي مالك وزوجته، وكان معاه أولاده محلون وكليون، وقعدوا في مؤاب، وعشان كده سموها رعوس المؤابية، لأنهم اتجوزوا من واحدة مؤابية اللي هي مش من شعب ربنا. ودي كانت بداية قبول الأمم، لأنه ما كانش ينفع حد يتجوز حد من بره شعب ربنا، لكن محلون وكليون اتجوزوا 2 اللي هم رعوس وعرفة من شعب مؤاب. يبقى عصر القضاء 3 كلمات: ارتداد، عبودية، مخلص. العصر رقم 5 اسمه عصر الملوك، وده نقسمه لجزئين صغيرين: مملكة متحدة ومملكة منقسمة. ركزوا معايا في الحتة دي. المملكة المتحدة قعدت كام سنة؟ 120 سنة. مش هنحفظ الرقم، هنحفظ ان كل ملك من ال3 40 سنة. اللي هم مين بقى الملوك دول؟ شاول
وداوود وسليمان. كل واحد 40 في 3 بكام؟ 120. دي المملكة المتحدة ولا المنقسمة؟ المتحدة. مش انجلترا، المملكة المتحدة بتاع زمان. المملكة اللي قبل الانقسام كان فيها شاول وداوود وسليمان، ودول ال3 كلمات كلمة السر بتاعت عصر المملكة، شاول وداوود وسليمان. يقولوا كده قبل المملكة كان الشعب ينقاد بكلمة الله، فيسموه الحكم السيوقراطي. سيوقراطي يعني ايه؟ زي الديمقراطي وهكذا. سيوقراطي يعني حكم الله. جه في عصر صموئيل قالوا لا احنا عايزين ملك زي بقية الملوك، زي بقية الممالك، وابتدوا يختاروا شاول. وجه بعد كده شاول كان كويس في الأول، وبعد كده بقى بعيد عن ربنا. داود كان العصر بتاعه من أفضل العصور، ويسموها ربيع الأمة اليهودية. حتى لغاية دلوقتي اليهود نفسهم يرجعوا لعصر داود، ربيع الأمة اليهودية. اتسعت المملكة، كسب في كل الحروب، وسع المملكة جدا. جه بعد كده سليمان ما حاربش ولا حرب، عصر السلام، لكن كان ماشي على اللي ورثه من أبوه. حتى هيكل سليمان اللي جهز كل حاجة مين؟ داود، لكن اللي بناه سليمان زي ما احنا عارفين. وبعدين في عصر سليمان انقسمت المملكة، ولا في عصر ابنه؟ ربنا قال له عشان خاطر أبوك هقسمها، بس مش في عصر. في عصر ابنك رحبعام، ورحبعام خد مكان، ويربعام خد مكان تاني، واتقسمت المملكة الشمالية والجنوبية. الجنوبية عاصمتها يهوذا، كان فيها سبطين يهوذا وبنيامين، والشمالية كان فيها 10 أسباط. كان في كم ملك في المملكة الشمالية وكم ملك في المملكة الجنوبية؟ بصوا في الخريطة، ما تعدهمش، هم 19. 19 هنا و19 هنا. بس لو تاخدوا بالكم السطر بتاع المملكة الجنوبية قصير شوية، سوري الشمالية قصير شوية، والجنوبية طويل شوية. ليه؟ عشان المملكة الجنوبية قعدت أكتر من المملكة الشمالية. السبي الأشوري كان على المملكة الشمالية سنة 722، والسبي البابلي كان على المملكة الجنوبية سنة 586. ده ليه؟ لأن كل ملوك المملكة الشمالية أشرار، وبعض ملوك المملكة الجنوبية كانوا أبرار، زي حزقيا ومنسى ويوشيا، دول كانوا كويسين. لكن المملكة الشمالية كان فيها ملك كويس؟ لا، ولا ملك. 19 كانوا أشرار، اللي هم بعشا وجيلا وزمري وهكذا. وطبعا هتلاقوا أسماء الأنبياء زي إليشع ويونان وعموس موجودين في الشمالية، وأشعيا وباروخ ونحور وصفانيا في المملكة الجنوبية في الخريطة اللي قدامنا. أنا بجري بس عشان وقتنا. قصة يهوديت حصلت أيام منسى الملك في المملكة الجنوبية. طبعا عاصمة المملكة الجنوبية أورشليم، وعاصمة المملكة الشمالية السامرة. طيب، في بقى العودة من السبي. أنه سبي فيهم اللي بقى فيه عودة؟ أشور ولا بابل؟ الاثنين؟ لا، سبي أشور مفيش عودة، لأن مملكة أشور، مملكة الشمالية انتهت بالسبي، لكن المملكة الجنوبية رجعت تاني على إيد 3 زربابل وعزرا ونحميا، وتلاقوا تواريخ العودة موجودة. وطبعا حصل بعد كده خراب الهيكل وهكذا. زربابل عمل إيه؟ بناء الهيكل. عزرا عمل إيه؟ رجع الشريعة. نحميا عمل إيه؟ بنى السور. برافو عليكم. آخر مرحلة بقى هي مرحلة الممالك، وهم 4 كلمات: بابل، فارس، اليونان، الرومان. هتلاقوا في بابل هتلاقوا بقى حزقيال ودانيال اللي احنا قلنا عليهم. السبي البابلي قعد كام سنة؟ 70 سنة. وبعد كده قصة مملكة فارس اللي حصل فيها قصة استير اللي هي العودة، وكان زي ما قلنا ال3 أسماء: زربابل وعزرا ونحميا. وبعد كده الإمبراطورية الرومانية كان فيها الإسكندر الأكبر اللي مات وقسمت المملكة. بعد كده جه واحد اسمه سلوكس نيكانور وعمل الإمبراطورية السلوقية اللي اضطهد اليهود جدا، وظهر في عصره الميكابيين، يهوذا الميكابي اللي عمل ثورة
وجدد الهيكل وعمل عيد اسمه عيد التجديد اللي موجود في يوحنا 10 عيد بالسيد المسيح. في بعض الناس اللي حذفت الاسفار القانونيه لما نقول لهم ايه عيد التجديد ده ما يعرفش يجاوب، لكن احنا عارفين لانه موجود في سفر المكابين اللي اسسه يهوذا المكابي، سفر عيد التجديد. بعد كده المكابين دول بيسموهم الاسره الحشمونيه واسسها يهوذا المكابي. بعد كده ظهرت الامبراطوريه الرومانيه اللي جه منها السيد المسيح. الاربع كلمات بتوع السفر ده او العصر ده: بابل، فارس، اليونان، الرومان. ممكن نكتب عليهم برضو 4 كلمات عشان ما ننساهمش: بابل السبي، فارس العودة، اليونان الاضطهاد، الرومان تجسد السيد المسيح. تاني: بابل السبي، فارس العودة من السبي، اليونان الاضطهاد، والرومان تجسد المسيح. ممكن نراجع ال6 عصور بقى بسرعة كده؟ يلا نقول مع بعض صح كده، نقولهم ملخص بقى. ال6 عصور نقولهم الأول. 1: الخليقة، الآباء، الخروج، القضاء، المملكة، الأمم. تاني معلش نقولهم تاني ال6: 1: الخليقة، الآباء، الخروج، القضاء، المملكة، الأمم. كلمة السر ودي مش موجودة في الخريطة، ما تبصوش في الخريطة. كلمة السر: الخليقة، خليقة، سقوط، طوفان. الآباء 3 كلمات: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثالث عصر كان اسمه إيه؟ الخروج. إيه كلمة السر؟ 40 سنة في البرية. بعد كده عصر القضاء في 3 كلمات. الخدام يقولوا: ارتداد، عبودية، مخلص. ارتداد، عبودية، مخلص. بعد عصر القضاء عصر إيه؟ المملكة. جزئين: المملكة المتحدة والمملكة المنقسمة. كلمة السر في المملكة المتحدة 3 كلمات: شاول، داود، سليمان. المملكة المنقسمة كان فيها إيه؟ مملكة إيه ومملكة إيه؟ شمالية وجنوبية. الشمالية انتهت بسبي أشور، برافو. والجنوبية انتهت بسبي، هي ما انتهتش، هتكمل، بس نهاية العصور عصر المملكة انتهت بسبي بابل. اللي جه بعد كده 3 رجعوا السبي ده. مين هم؟ زربابل وعزرا ونحميا. طب ومملكة الشمال ما رجعتش. خلص عصر المملكة. بعد كده عصر ايه؟ الأمم. مش احنا قلنا آخر عصر اسمه عصر الأمم؟ ايه كلمة السر في عصر الأمم؟ 4 ممالك: بابل، فارس، اليونان، الرومان. تحت كل مملكة قلنا كلمة: بابل السبي، فارس العودة، اليونان الاضطهاد أنتيوخوس اللي هو قلنا عليه هيجي بعد كده الميكابيين، والرومان مجيء السيد المسيح. صدعتكم وسامحوني، عيشوا كل مرة. استمتعنا جدا بالمحاضرة، وما قل ودل وملخصها برضو في الآخر. معانا خريطة عشان الوقت. ليه؟ لأن احنا قدامنا بريك ربع ساعة، وأثناء ربع ساعة الكنيسة هتبقى مشغولة لأن سيدنا يدي محاضرة